عارف ليه قناتك هتموت قبل ما تبدأ؟ مش عشان حظك وحش ولا عشان اليوتيوب بيكرهك، سبب انك مكسل تفهم ابسط قواعد اللعبة وماشي ورا كدبة انك محتاج كاميرا غالية عشان تنجح. بص للفرق ده، الموبايل هو بس العقل هو اللي اتغير. اللقطة اللي انت دلوقتي شايفها دي متصورة بموبايل من سنة 2017، موبايل ممكن تلاقيه مرمي في درج مكتبك. في كنز إضاءة في بيتك دلوقتي، القنوات اللي بتعدي ملايين المشاهدات بتستخدمه عشان تخدعك وتفتكر إن هي بتصور في استوديو بمليون جنيه. النهاردة هكشف لك الكنز ده كله، ولو لسه مقتنع إن العيب في إمكانياتك فالفيديو ده مش ليك، واقفله ووفر وقت. أول سر هو الشمس، بس استنى، مش أي شمس. لو فاكر إنك لازم تقف في النور المباشر فأنت بتبوظ الكاميرا بتاعتك. السر الحقيقي هو الظل والنور. القنوات الكبيرة بتدفع آلاف علشان تشتري سوفت بوكس يقلد النور اللي عندك في الصالة ببلاش. لو لسه مش عارف تظبطها يبقى العيب في عينك مش في الشمس. أكبر غلطة للمبتدئين هي إضاءة الرعب، بيحط النور في وشه كأنه في تحقيق. القاعدة السينمائية بتقول الظل هو اللي بيصنع الجمال مش النور. لو مش قادر تحرك لمبة مكتبك بزاوية 45 درجة وتصنع عمق لوشك يبقى انت فعلا مش عاوز تنجح. وعلشان ما تطلعش صورة ملزوقة على الحيطة ومملة محتاج إضاءة خلفية، لمبة ب50 جنيه وتحطها وراك، هتخليك تبرز في الكادر وكأنك يوتيوبر محترف بقاله 10 سنين. دي تركاية بس بيعرفها اللي بيذاكر صناعة المحتوى، مش اللي بيشتكي من قلة الدعم. أنا في تحدي الصفر أثبتلك إن الميزانية مش عائق. لو لسه شايف إنك محتاج كاميرا كانون ب50 ألف جنيه علشان تبدأ، اكتب لي عذرك في التعليقات وخلينا نتناقش. أما لو نويت تبدأ بجد فاشترك في الرحلة دي دلوقتي. الخميس الجاي هوريك ازاي تطلع صوت إذاعي بموبايلك بس. وبس كده، أنا أوسى والكورة دلوقتي في ملعب